قالت له ما تستغربش وما تظلمنيش، انا كنت اجمل بنت ممكن تشوفها في حياتك، ما كنتش تحلم اضربك بالشبشب حتى. كان يا مكان في قديم الزمان وفي مملكة بعيدة عاشت ساحرة قوية جدا مع أولادها الثلاثة حياة غير سعيدة بالمرة. الست دي كان عندها نص طاير والنص اللي فاضل طار، لما في يوم من الأيام جالها في المنام حلم إن واحد من عيالها الثلاثة في عيد ميلاده ال21 هيورث قوتها وسحرها كله. وعلى هذا في ليلة عيد ميلاد ابنها الكبير ال21 الساحرة حضرت له حفلة وجابت له تورتة وندهته يهف الشمع، وقبل الساعة ما تدق 12 وبدون أي إبداء أسباب سخطته نسر ونفته يعيش في الجبل. وفي ليلة عيد ميلاد ابنها الوسطاني ال21 حضرت له حفلة وجابت له تورتة وندهته يهف الشمع، وقبل الساعة ما تدق 12 وبدون إبداء أسباب سخطته حوت ونفته يعيش في البحر. وفي ليلة عيد ميلاد آخر العنقود ابنها الصغير ال21 عملت له حفلة وجابت له تورتة وندهته يهف الشمع، ما لقيتوش. الواد سابها لها مخدرة وطفش. انطلق بقى في ارض الله الواسعه، ما بيعملش اي حاجه وبلا اي هدف في الحياه. اخواته كل يوم ولمده ساعتين كانوا بيرجعوا بني ادمين بيزورهم فيهم، ودي الحاجه الوحيده اللي كان بيعملها في حياته. في يوم من الايام وهو ماشي في الغابه سمع مناوشه وخناقه كبيره، اما مشي ورا الصوت لقى غولين ضخمين ماسكين في خناق بعض والموضوع سخن على الاخر. اما سالهم الخلاف على ايه يا شباب، قالوا له انهم لقوا قبعه الاماني السحريه الخطيره ومش عارفين المفروض مين فيهم اللي ياخدها. هما الاثنين قوتهم قد بعض بالظبط، وان قرروا يقلبوها ماتش مصارعه هيدغدغوا بعض ومحدش فيهم هيستفاد بالقبعه السحريه. ساعتها الولد نسميه حاجه الشاطر سميه حسن. حسن عرض عليهم اقتراح، قال لهم انا هاخد القبعه واروح استخبى وانتوا عدوا من 1 ل 150 الف. لما تخلصوا تعالوا دوروا عليا واللي يلاقيني تبقى القبعه من حق. تمام كده. ولين فعلا كانوا بيتمتعوا بقوه كبيره جدا، ولكن ما حدش بياخد كل حاجه، ذكائهم كان محدود وما فهموش حيله حسن. وفعلا حسن خد القبعه ونفض لهم خالص ومشي. بس الحق يتقال هو ما كانش بيحاول ينصب عليهم، ما كانش مصدق ان القبعه المعفنه اللي كانوا بيتخانقوا عليها دي كان ليها اي قوه سحريه، وكان معروف عن الغيلان انهم مش اذكى حاجه، فبينه وبين نفسه هو كان بيحل المشكله ما بينهم مش اكتر. المهم فاتت ايام واسابيع وشهور حسن منطلق في ارض الله لحد ما وصل في يوم من الايام عند مملكه، وما دخل لقى زيطه وزنبليطه والدنيا مقلوبه. وقف اول واحد لقاه قدامه وساله عن المشكله، قال له شايف اللي هناك ده المتدغدغ 60 حته اللي رايحين بيه على المستوصف ده الشخص رقم 23 اللي يحاول ينقذ الاميره المسحوره بنت الملك بتاعنا من قصر الشمس الذهبيه ويفشل. والاميره كده فاضل لها محاوله واحده، ان الشخص رقم 24 فشل انه ينقذها ويكسر اللعنه هتثبت عليها للأبد. والراجل خلص كلام وسابه ومشي. ولأن حسن مجرب ظلم اللعنات قبل كده اتأثر جدا بكلام الراجل واتمنى من كل قلبه انه كان يقدر يساعد الأميرة المسحورة. ومرة واحدة لقى نفسه قدام باب قصر الشمس الذهبية. الطاقية اشتغلت، الغيلان طلع عندهم حق والقبعة طلعت بتحقق الأمنيات بجد. المهم فتح باب القصر ودخل يدور على الأميرة من أوضة للتانية للتالتة للرابعة، مش لاقي حد لحد ما وصل لآخر وأكبر أوضة في القصر كله. أول ما دخل لقى واحدة واقفة مدياله ظهرها بتبص من الشباك، وأما لفت وبص في وشها وبصت له عينيه جت في عينيها وعينيها جت في عينيه اتسرع. لقاها ست عجوزة شكلها غريب جدا، ولسه حسن هياخد باله في اسنانه ويجري الست ندهت عليه قالت له انا الاميرة الجميلة بنت الملك. ايه الكذب ده؟ دي الجميلة؟ انت هنا من سنة كام؟ قالت له ما تستغربش وما تظلمنيش، انا كنت اجمل بنت ممكن تشوفها في حياتك، ما كنتش تحلم اضربك بالشبشب حتى. لو شفتني زمان ما كنتش تحلم اسلم عليك، ولكن اللي انت شايفه ده دي لعنة الساحر العظيم. طبعا حسن ما صدقهاش، وساعتها الست العجوزة اديته مراية قالت له صحيح اللعنة خلتني بالمنظر البشع المروع ده في عيون البشر، ولكن المراية ما بتكذبش. للأسف الحلقة خلصت، فهنكمل القصة الرهيبة دي في حلقة بكرة. إن كسبت الوحش ده هيتحول لطائر سحري كبير جدا، وطبعا ده اللي معاه الكرة السحرية. مش ده واهدى اهدى شوية. باي.